السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم غادي ندير معكم الرفيسه بالدجاج البلدي. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم اي جديد انا كننزلو. وسمحوا لي بزاف على هاد الغبره هذه، ان شاء الله غنبقى ننزل لكم فيديوهات كثر ووصفات افضل ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. وبالنسبة للمقادير اللي غادي نديروهم في الدجاج، غادي نديرو اول حاجة كاس ديال العدس، وجوج بصلات مقطعين، وخمسة الفصوصة ديال الثومه، قبطة ديال قزبر ومعدنوس. بالنسبة للتوابل عندنا المسخن، كلشي معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة بزار، ومعلقة صغيرة خرقوم، نص معلقة ديال السمن الحار، وكنور ديال الزعفران. عندنا مطيشة محكوكة، ونص كاس ديال الفول. دابا غادي ناخدو الدجاج ديالنا وغادي نضيفو عليه التوابل ونص كاس ديال الزيت، زيت المائدة، ونحطوه على العافية. دابا البنات، من بعد ما حطينا الدجاج ديالنا فوق العافيه، غادي نحركو شي شويه باش توصل القامه، توصل لكاع الجوانب ديالو، ونخليوه شويه على العافيه يطيب شي شويه. من بعد البنات غادي نضيفو على الدجاج ديالنا البصله والثومه وقزبر ومعدنوس، ونضيفو عليهم حتى الفول ومطيشه، ونزيدو عليهم شويه، نزيدو عليهم الماء، نسدو عليهم كوكوط ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم. دابا البنات، من بعد ما حطينا الدجاج ديالنا يطيب، غادي ندوزو للعجينه. غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الفورص وربع فينو. دابا البنات نبداو نضيفو عليهم الماء بالتدريج حتى تكون لنا العجينه ديالنا، وندلكوها مزيان. البنات، من بعد ما تجمعتنا العجينه ديالنا، غادي نضيفو عليها الملحه وشويه د الماء باش تذوب معاه، ونكملوا العجين ديالنا. العجينه ديالنا غادي نحطوها في شي بانيو، غادي ندهنوها بالزيت، نغطيوها بالسلوفان ونخليوها ترتاح. البنات، من بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا، غادي نديروها كويرات بحال هكا، ما يكونوا كبار ما صغار، وكتبقى على حسب الرغبه ديالكم. دابا البنات، من بعد ما كورنا العجينه ديالنا كامله، ندير لها بحال هكا.
غادي ناخدو 3 ديال الكويراس اللي غنجمعوهم في مسمنة وحدة. دابا البنات غادي ندهنوهم شويه بالزيت ونغطسوهم في الدقيق. غادي نغطسو غير العجينه اللي غادي نديروها الوسط، يعني غنديروها بيناتهم بجوج ونحطوها على جنب حتى نساليو الاخرين كاملين ونكملوا على نفس الطريقه. دابا البنات رجع الدجاج ديالنا. فاش كيبان لنا قرب يطيب كنضيفوا عليه كنوره ديال الزعفران، وحده اخرى يعني تقريبا 2 كنورات ديال الزعفران اللي كنديروا فيه، وكنزيدوا بصله مقطعه بحال هكا شويه طريفات كبار، وكنزيدوا عليه العدس ديالنا من بعد ما رطبناه. تقدروا ترطبوه حتى الليله كامله يعني على حساب الرغبه ديالكم، ونخليوه يطيب. ودابا البنات هذوك العجينات اللي درنا فيهم 3 غادي ندلكوهم مزيان بحال هكايا باش نطيبوهم على المقياد ديالنا، ونحاولوا نرقوهم مع القدر الممكن. الناس على مقلاة ساخنه غادي نحطوا هاد المسمن ديالنا، وراه كيطيب بالزربه يعني غير ديروا معاه البال، ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش. صافي دابا نبقاو نقلبوا فيه على الجهتين حتى يطيب لنا مزيان. هذا البنات هو الشكل ديال التريد ديالنا من بعد ما كيطيب، كيجي على هذا الشكل هذا وكيتنفخ. دابا نكملوا على نفس الطريقه بكاع المسمن ديالنا. دابا البنات من بعد ما طيبنا التريد ديالنا كامل غادي نفكوه. هادوك 3 ديال الطبقات اللي درناهم في الاول فاش كان عجينه، دابا من بعد ما طاب غادي نعاودو نفكوهم ونقطعوه كما كتشوفوا. نقطعوا على هذا الشكل هذا يجيو طروفه ما كبار ما صغار، يعني على حساب كل واحد شنو كيبغي. البنات من بعد ما سالينا التريد ديالنا كامل وقطعناه غادي نحطوه بحال هكا في القصريه ديالنا ونضيفوا عليه البلول، ونبقاو نضيفوا طبقه بطبقه باش يجي كله مسكي لداخل وما يجيش ناشف.
الناس في الاخير غادي نحطو الدجاج ديالنا ونزيدو عليه البلول من الفوق ونحاولوا نديرو فيه بزاف ديال البلول باش ما يجيناش ناشف ويجي بنين. كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الطبق ديالنا النهائي من بعد ما ساليناه. انا زينته هنايا بشويه ديال التمر والكركاع وبيض ديال السمان، وكتبقى لكم الحريه الاختيار في التزيين ديالو، و تاكلوه بصحه وراحه ان شاء الله. الا عجبكم كنتمنى تدعموني بلايك وتشاركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، ونخليكم على بركه الله.